السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الحكاية بيقول: الجواهرجي والبنت المراهقة وإيه اللي حصل بينهم، كارثة حقيقية بمعنى الكلمة. الفايدة من الفيديو العظة والعبرة لكل مستمع يسمع بالقناة بتاعتنا أو الفيديوهات الخاصة بنا. صاحب الحكاية بيقول: أنا اسمي الحاج محمد، عمري دلوقتي 60 سنة. اتجوزت من زوجة محترمة جدا جدا وأنا لسه شاب في ال30 سنة. مراتي وقفت جنبي وقفة، يعني محدش وقفها في حياته. بدأنا حياتنا من الصفر، سافرنا برا دولة عربية واجتهدنا أنا وهي وكنا بنشتغل سوا وإيدي على إيدها وكبرنا من نفسنا. وقفت معايا يعني في رسالة طويلة، رسالة كفاح كبيرة جدا جدا. ربط لي 3 شباب زي القمر، عند المهندس وعند الدكتور وعند الصيدلي. وغير كده كمان كانت ست نابغة في كل حاجة، ذكية جدا، لماحة جدا، رقيقة جدا، كانت مخلصة وأمينة جدا جدا. أم عيالي ما كانش لها وصف. لما قعدنا فترة كبيرة في الغربة قررت ساعتها ان انا انزل اعمل محل مشروع دهب. انا كنت بحب مشروع المجوهرات وعارف قد ايه ان هو مكسب، من المجوهرات المستعملة والمجوهرات كمان اللي هي الجديدة. غير كده كمان شغلة كلها حلوة كلها مكسب. ففتحت محل دهب كبير جدا. جالي في الوقت ده بنت مراهقة، كنت في الوقت ده عندي 50 سنة. البنت دي كان سنها في حدود ال20 سنة. بنت كانت مخلصة معهد تمريض بعد يعني الدبلوم، يعني معاها تعليم متوسط، وخدت معهد تمريض سنتين. غير كده كمان كانت جميلة جدا جدا، وكانت ذكية ولماحة قوي قوي، وكانت يعني لافتة نظري. كل يوم كانت تجيلي المحل بحجة ان هي تلحم سلسلة، تغير الحلق، تقلل الخاتم، تبيع دهب مستعمل ليها، تبدل، تدفع فرق بسيط. المهم كانت كل يوم شادة انتباهي، لدرجة ان انا اتعودت ان كل يوم اشوفها، ولدرجة ان هي عرضت عليا ان هي تشتغل معايا في المحل كمان. ساعتها قلت لها: المحل تحت امرك يا انسه، انا هلقى احسن منك؟ ده كفايه جمالك الجذاب ده هيشد انتباه كل المشترين، يعني يمكن المحل ده يكسب على قدومك الحلو بتاعك ده. وفعلا شغلتها عندي، ووقفت في المحل في الاول براتب شهري مغري جدا. غير كده كمان ان احنا كنا بنقعد مع بعض فترة طويلة قوي قوي، وكلامها معايا ودلعها وحلاوتها وجمالها، وان هي لسه عيلة وانا عندي 50 سنة، رد فيا الروح. وقلت لها: ايه والله يا بت، انت عارفة انت بس لو كنت انا صغير شوية كنت اتجوزتك. لقيتها بتقولي: وانت هو انت كبرت يا حاج محمد؟ ده انت شباب وزي القمر، والسن ده انا بحترمه كتير، سن عاقل كده وفاهم كل حاجة، وسن محترم، وسن يقدر العلاقات الزوجية والحياة الأسرية. هو انا هل احسن منك؟ بس انت انوي بس وتعالى اطلبني من اهلي وانا هكون ملك ايديك، وبالحلال، والحلال مفيش منه عيب. قلت لها: يعني انا لو قدمت لك يا بنتي يا عسل انت هتوافقي؟ وهتوافقي تاخدي واحد قد جده؟ لقيتها بتقول لي: ماله جده، ما زي القمر اهو، راجل ماله هدومه ومحترم، والكل بيحلف بأدبه واخلاقه وشهامته. وفعلا فضلت تبلفني لغايه ما رحت فعلا بيت اهلها وتقدمت لها، وطلبتها كمان للجواز، ودفعت لها شبكه كبيره. وساعتها مراتي عرفت، وانا اللي قلت لها، هي معرفتش بطريقه صدفه. انا قلت عشان خوف الحرمانيه اروح اقدم لها نهايه الخدمه. رحت قلت لها بكل سذاجه وبكل يعني اقول لكم ايه، قله اصل، لان دي عرفتها وحسيتها بعدين. رحت قلت لها: معلش يا روح انا هتجوز. قالت لي: تتجوز عليا بعد العشرة دي كلها؟ ده انا متجوزاك بقالي كام و20 سنة، في الاخر تبعني؟ ده انا بنت عمك وحبيبتك ووقفت جنبك وكبرتك وعليتك، ومعانا عرسان، ده احنا ولادنا يا اخي كبروا، انت هتجوزهم ولا تتجوز انت؟ ما تقولش الكلام ده يا راجل يا شايب. رديت عليها بكل جحود وبكل كبر. قلت لها: والله هتجوز وخلاص، خطبت وبنت زي العسل تحل من على المشنقة، وانت في حياتي. ساعتها جالها صدمة عصبية وانهيار عصبي، وقعدت تصرخ وتعيط وتقول: دي اخرتها ان انت تقدرني،
تتجوز عليا بدل ما تعوضني سنين الغربة والحرمان اللي أنا عشتها في الغربة، وبدل ما تبقى عكازي في القبر تدور على واحدة صغيرة تتدلع معاها وتسيبني أنا. المهم جالها انهيار عصبي ساعتها، وديتها لدكتور نفسي، قعدت كام شهر تتعالج. وطبعا في الوقت ده انا اتجوزت البت اللي انا عايزها، ودخلت بيتي كل شويه تقول لي بحبك يا بيبي، هات لي دهب يا بيبي، انا عايزه الحته دي، انا عايزه الخاتم ده، انا عايزه السلسله دي. وكنت دايما اديلها الدهب من غير ما اعده، يعني اديلها كتير. المهم مراتي وهي بتاخد العلاج النفسي رضت بالامر الواقع، وقالت اروح فين واجي منين، ما ده بيتي اللي بنيته وتعبت فيه في الغربه. وقعدت واستسلمت للأمر وعاشت مكبوتة يا عيني، وكل يوم عن يوم مزاجها مش حلو، كل يوم عن يوم جسمها بينزل ويخس. بس أنا كنت عايش مع البت اللي مدلعاني، وكل يوم طلباتها كتير، وكانت دايما بتحب الدهب وتميل للدهب. يعني تختلف عن مراتي الأولانية، عمرها ما طلبت مني حاجة، بالعكس أنا اللي كنت بجيب لها وتقول لي ولازمته إيه، ما هو في المحل بيشتغل وبيجيب مكسب، أنا لما عاوز حاجة هاخدها ما تتعبش نفسك. لكن دي كل يوم تدور على الكتل التقيلة في الدهب وتختارها، لغاية ما حصل يوم كارثة عمري ما توقعتها. لقيتها بتصوت في البيت وبتقول لي الحقني الحقني، مش لاقية الخاتم والسلسلة التقيلة اللي انت جايبهم يوم فرحنا. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي مش عارفه، انا والله مراتك النهارده جت زارتني وبتقول لي بناء عن رغبه جوزي وجوزك انا جيت اقول لك الف مبروك. ساعتها لقيت السلسله والخاتم اختفوا من على السراحه. المهم رحت لمرات اسالها انت خدت السلسله؟ قالت لي عيب عليك، هو انا حراميه بعد العشره دي جاي تتهمني؟ المهم في الوقت ده رحت جبت لها من محل بدلهم بنفس التصميم، وقلت لها يا ستي خلاص ولا تزعلي نفسك، انا لقيتهم واقعين تحت السراحه وحليت المشكلة، رغم ان انا عندي ثقة ان مراتي عمرها ما تعمل كده، بس كنت بحل مشكلة وخلاص. وكنت برضو ساعات الشيطان يقول لي يمكن خدتهم عشان تعمل مشكلة، لكن مراتي اللي اتضح بعد كده وفي المشكلة اللي انا حصلت لي. اسمعوا معايا الفيديو للآخر. المهم بقيت أعامل مراتي الجديدة معاملة كويسة قوي، وتركت القديمة خالص. لا بقيت أنزل لها ولا أقعد معاها ولا أديلها حقوقها ولا أتكلم معاها ولا راضيها ولا أي حاجة. وسبحان الله كانت صامتة وصبورة، وكانت عايشة لأولادها، وكانت واقفة جنبهم وقفة أب وأم مفيش بعد كده. لغاية ما جت في يوم لقيت مراتي بتقول لي الجديدة بارك لي انا حامل، انا تعبانه وبدوخ كتير ولقيت نفسي حامل قوي، انا عايزه هديه الحمل. قلت لها بجد يا روحي؟ قالت لي ايوه هسمي بنتي مريم، انا بحب اسم مريم. قلت لها خلاص يا ام مريم مبدئيا عايزه ايه؟ قالت لي خدني معاك المحل واختار لي اي حاجه. المهم رحت المحل وخدتها معايا، لقيتها بتنقي دهب تقيل جدا وكام قطعة. ساعتها قلت يا راجل هتروح فين يعني الدهب ده؟ ما مسيره لبنتنا اللي هتولدها، وفي الآخر ما هو لمراتي ولولادي في المستقبل، وهو في بيتنا مش رايح بعيد. المهم ادت لها اللي هي خدته. لقيتها بتقول انا عايزة كراسة فواتير. قلت لها كراسة فواتير ليه؟ قالت لي عشان كل حتة دهب اكتب بها فاتورة باسمي كده احس ان انت مقيمني. ساعتها خدتها على قد هواها وقلت يمكن عايزة تحس بقيمة الحاجة اللي معاها، وان هي متقدرة، مش ان هي بتاخد من المحل كده والاخر ممكن اخدهم منها. فقلت خلاص خدي كراسة الفواتير واكتبي اللي انت عايزاه. وبعد ما خدت كراسة الفواتير وفعلا استدرجت كل حتة بحتة بوزنها بكله وكتبتها في فواتير مبيعات مني ليها، ومضتنا عليها وتقول لي اه يا بيبي ما عشان خاطر بقى تبقى جايبهم لي هدايا. هوتها وارتحت وقلت مش مشكلة ريح يا راجل وارتاح، دماغها برضو مهما كان عيلة ومش فاهمة حاجة. لكن اللي اتضح بعد كده لما ولدت بنتنا مريم وفعلا جابت بنت، وبعد 3 شهور من حملها لقيتها بتقول لي الحقني يا محمد. قلت لها في ايه؟ قالت لي الدهب كله مش لاقياه، مراتك الخبيثة سرقته مني، مراتك خدته كان كله في قلب درج السراحة. ساعتها صدقت ان مراتي سرقت الدهب، هيروح فين؟ وانا مراتي الجديدة ما بتروحش عند قريبة بأي حتة دهب، ودايما كان بيبقى فعلا قدامي في الدرج. ساعتها جيت عليها وقلت لها انت كمان ما استكفتيش باللي انت بتاخديه، كمان سرقت الدهب كله، انت مالكيش لقمه عيش معايا. وساعتها قلت لها انت في حالك وانا في حالي وانت طالق، وطلقتها. ساعتها جالها انهيار عصبي جدا ومبقتش قادره تتحكم في نفسها، ومخها يعتبر خلاص اختل منها. ساعتها اضطرت ان هي اهلها وولادي يكشفوا عليها عن دكتور نفسي، بس من كتر الايذاء النفسي للي حواليها كانت ساعات تشد في شعرها وساعات تكسر في الحاجة من بعد صدمتي ليها بالطلاق، وإن أنا اتهمتها
بالسرقة بتاعة الدهب بتاع مراتي الجديدة. ساعتها عقلها اختل منها، وساعتها ما بقتش قادرة تتحكم في أعصابها، وكانت بتكسر كل حاجة قدامها، وكل شوية تكلم نفسها وتصوت. فاضطرينا إن احنا نوديها مستشفى أمراض عقلية. قعدت فيها تتخيلوا كام سنة، 10 سنين متواصلين. أما مراتي الجديدة بعد ما ولدت بنتنا بسنة كمان، وبنتي خلاص كبرت الصغيرة، لقيتها جالها كانسر، وبدأت تشتكي من أعراض كانسر في المخ، وتوفت بعد سنة كمان من جوازنا، يعني بعد 3 سنين من جوازنا. وسابت بنتي عمرها في الوقت ده سنتين. في الوقت ده لما كانت تحت المرض وتحت الجلسات بالكيماوي، كانت دايما بتشاور على السراحة وتقول السراحة دي، بس كان الورم خلاص قلل موضوع النطق عندها، وما كنتش متوقع ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيجرى لها، او كنت يعني مش مكبر دماغي مهما شورت. كان اهم حاجة عندي تركيز ان هي تاخد الجلسات وتبقى كويسة. لكن هي كانت دايما طول ما هي بتاخد الجلسات وعندها شبه خرس في اللسان، وما كانتش بتقدر تمسك القلم تكتب، كانت دايما بتشاور لي على السراحة وتقول لي ايه يعني دي. اقول لها في ايه؟ تقول لي مش فاهم كلامها. قلت لها اهم حاجه تقوم لنا بالسلامه. لغايه ما توفت ومعاها سرها، وانا ما اعرفش ايه اللي في السراحه وليه كانت بتشور في السراحه. انا بقيت اقول يمكن شايفه حاجه مش كويسه، او شايفه حاجه يعني مخوفاها. لكن اللي اتضح بعد كده من كتر ذكرياتها معايا ودلعها معايا، وان هي كانت برضو معيشاني سني برضو وكده، كنت دايما اشوف اوضه النوم اتخيلها في كل مكان. ساعتها قررت ان انا ابيعها رغم ان هي قيمه جدا برخص الاسعار. وساعتها بعتها لواحد تاجر خشب. وتاجر الخشب لما خدها مني، فوجئت بعد كده بواحد جاي لي محل الذهب عندي. خير في ايه؟ قال لي انا معايا فاتوره ذهب باسم فلانة الفلانية. قال اسم مراتي اللي ماتت. قلت له مالها؟ قال لي انا لقيتها في اوضه نومي في السراحه اللي كانت يعني المرايه بتاعت السراحه. انا ببص كده لقيت السراحه الازاز ورا خلفيه الازاز في كسر كده، وفي حاجه زي ما يكون ابلكاشه مدقوقه، بس وانا بنقل الخشب اتكسرت مني غصب. ببص جواها عشان اقفلها، لقيت فيها فاتورة باسم فلانة الفلانية. ساعتها قلت له اي دي مراتي، وايه الفاتورة دي؟ قال لي وفي فواتير كتيرة جدا جدا انا لقيتها، وفي امانات كتيرة. قال لي امانات زي ايه؟ قلت له يعني زي دهب، لو قلت امرته مدام هي مراتك انا اسلمه لك. قال لي طب في خاتم زي كده او سلسلة، كنت انا مصورهم ان في هدية جوازنا، يعني ده الخاتم والسلسلة اللي كانت بتقول انسرقوا اول ما اتجوزنا. قال لي ايوه دول معايا وشفتهم. ساعتها قلت له وفي حاجات كتير تانية؟ قال لي اي في دهب كتير. قال لي مراتي الدهب ده كان مسروق منها. قال لي بس انا لقيته بصراحة في السراحة. وساعتها بدأت احكي للراجل اللي لقى الدهب الامين، الراجل اللي كشف سر غامض اكتر من 11 سنة كان مخفي عني، ان هو مراتي اللي ماتت، اللي هي المراهقة اللي أنا ضيعت كل حاجة وضيعت كل ذكرى حلوة بينه وبين مراتي القديمة، إن هي كانت بتداري الدهب ده في يعني خزنة السراحة، وكانت بتداري الفواتير وتتهم مراتي بالباطل إن هي سرقته. وفعلا لما جه الراجل اللي اشترى أوضة النوم، الراجل الأمين المخلص، سلمني الدهب كله كامل، كل قطعة هي خدتها مني، واتهمت مراتي بالزور إن هي سرقته. ساعتها قلت له وكل ندم وكل عيط، انا مش مسامح مراتي الجديده اللي ماتت دي، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. اتهمت مراتي بالباطل، ام عيالي الامينه المحترمه المخلصه اللي وقفت جنبي، وقفت يعني جبل، وفضلت واقفه جنبي لغايه ما ربت اجيال. جت عليها بالذل واتهمتها بالباطل ان هي سرقت كل مجوهراتها. وساعتها طلقتها وتسببت في مرض نفسي ليها. ساعتها قال لي، لقيتني بقول له معلش يا ابني، هو كان من عمر ولادي كده، قلت له معلش يا ابني اسندني كده اروح مستشفى الامراض النفسيه اللي مراتي فيها خلاص دخلت في عمرها. كان في الوقت ده عمرها دخل في ال55 سنه، وبان عليها الارهاق، ما هي محجوزه 11 سنه في المستشفى بتاعة الأمراض النفسية. ساعة ما شافتني الانهيار زاد عليها أكتر، وبدأت تصوت وتصرخ، ومش فاكرالي غير الصدمة، آخر صدمة إن أنا رميت عليا يمين الطلاق واتهمتها بالسرقة. ساعة ما شافتني رغم من غياب طويل، انهارت بالبكا كأنها حافظة شكلي بالسنتي، وقعدت تصوت وتلطم على وشها، ودخلت في نوبة
إغماء كبيرة أوي. وساعتها المستشفى قالوا لي: أنت إيه اللي عملته ده؟ أنت قُلت هاقابلها، أنت عملت فيها إيه؟ ونقلناها العناية المركزة. كان ساعتها خلاص يعني السُكّر عندها عِلِا والضغط وضربات القلب كانت سريعة وشوية جالها اختناق، وبعد كده الأكسجين قَل عندها واتوفّت في الحال من ساعة ما شافتني. أنا ساعتها قُلت يا ريتني ما رُحت لها، أنا بدل ما أقول لها سامحيني شِلت كمان ذنبها إن أنا طلّقتها بدون وجه حق، واتهمتها بالسرقة، وكمان اتهمتها وجيت لمّا أصلّح الغلط كمان اتسببت في وفاتها. عرفت ساعتها إن أنا قد إيه كنت مذنب، والوقت تأنيب ضميري قاتلني. أنا اللي دمّرت أم عيالي، أنا اللي دمّرت الست المخلصة اللي وقفت جنبي، أنا اللي بصّيت لعيّلة من دور عيالي لعبت عليَّ واتجوّزتني وضحكت عليَّ وضحكت على مراتي وخرّبت بيتي، وكمان دمّرت أسرة كاملة. أنا اللي كنت العبيط الساذج المراهق العجوز اللي ضحكت عليه حتة عيلة، شتتت أسرة بأكملها. وولادي كمان من بعد أمهم ما دخلت المصحة مقاطعيني التلاتة، دلوقتي كلهم اتجوزوا وخلفوا، ودلوقتي أنا معرفش حتى شكل أحفادي إيه. ساعتها قلت لازم أعرض مشكلتي على القناة وأعرفكم قد إيه السن ليه حكمه والسن ليه احترامه، والزوجة الأولانية المخلصة ما بتتعوضش، وإزاي إن الإنسان يكون ناكر للجميل. لازم تتعلموا من الفيديو ده يكون عظة وعبرة لكل اللي يسمعني. من فات قديم وتاه، مفيش بعد الزوجة أم العيال المخلصة. بلاش رغبات الحياة ونزوتها تضيع منك أجمل ذكريات عشتها مع إنسانة فعلا مخلصة. وأنا دلوقتي بأنب ضميري وفعلا مش مرتاح نفسيا ولا جسديا من اللي أنا اتسببت فيه لأم عيالي. مش كفاية إن رميتها 11 سنة في دار الأمراض النفسية أو في مستشفى الأمراض النفسية، لأ كمان لما جيت عشان أروح أقول لها سامحيني وأعتذر لها وأقول لها أرجعك ليا ونرجع زي ما كنا الأول وأعوضها السنين اللي باقية لها، كنت سبب كمان من كتر الصدمة اللي شافتني بيها. ومخها اشتغل لما شافتني وافتكرت الصدمة القديمة، كان النتيجة إن هي اتوفت في الحال. وعشان كده يا ريت تكون حكايتي عظة وعبرة لكل اللي يسمعني. ادعولي بالصبر، تأنيب الضمير قاتلني ليل ونهار. أنا ما بنامش، أنا مش مرتاح من يوم ما مراتي أو طليقة أم عيالي اتوفت وكمان اتظلمت في الدنيا طول ما كانت عايشة فيها. وبكده تكون حكايتنا خلصت. يا ريت تكون فيها عظة وعبرة لكل اللي يسمعني. ما تنسناش من دعمكم لينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل فيديو جديد. وبكده حكايتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.